عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة عادل وحلقة جديدة من بودكاست غسيل افكار. النهاردة جاية اكلمكم عن اعظم واشرف خلق الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الانبياء والمرسلين. ربنا ارسله لينا ورحمة للعالمين علشان يخرج الناس من الظلمات الى النور. الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد في مكة سنة 570 ميلادية في قبيلة قريش من بني هاشم، وكان صلى الله عليه وسلم من اشرف الخلق وأعظمهم خلقا، اللي كان من صغر سنه مشهور بالصادق الأمين. ولما وصل سن 40 ونزل عليه الوحي، وبالتحديد في غار حراء، الرسول صلى الله عليه وسلم واجه صعاب كتير جدا في بداية الدعوة، لكنه كان دايما مستمر بنشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعد كده هاجر من مكة للمدينة، وهناك أسس دولة الإسلام، وفضلت رسالته ممتدة حتى بعد وفاته. كمان انتشر الإسلام في معظم بقاع الأرض، وده طبعا بفضل رسولنا الكريم. في الحقيقة العلماء اختلفوا في تحديد يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. في علماء قالت إن هو ممكن يكون اتولد في شهر ربيع الأول يوم الاثنين في عام الفيل، واعتمدوا على كلامهم بإن هو كان اليوم ده قبل 53 سنة من الهجرة، وكان العام ده هو عام الفيل. وناس تانية قالت من العلماء قالت لأ، إن هو ممكن يكون قبل أو بعد أحداث عام الفيل، مش محددين بالظبط. اللي حصل في نشأة سيدنا محمد كان حاجة صعبة قوي. قبل ولادة سيدنا محمد توفى أبوه، فاتولد الرسول يتيم. وبعد ما ولدته أمه آمنة بنت وهب، أرسلته لجده عبد المطلب علشان يفرح بيه قوي 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 قوي، وخده ودخل بيه الكعبة، وهنا سماه محمد. كمان عمامه فرحوا قوي قوي قوي، لدرجة إن أبو لهب أعتق الجارية اللي بشرته بولادته، وهي ثويبة أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان زمان دايما بيعملوا ايه، ان هم يبعتوا اولادهم اول ما يتولدوا في البادية علشان الاولاد تكون اول خطوات ليهم في الصحراء. وده اللي حصل فعلا. بعتته امه آمنة بنت وهب مع مرضعته حليمة السعدية. نساء كتير قوي من بني سعد رفضوا ارضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لانه يتيم، وخافوا ان هم كده ممكن لو ارضعوه ما يقدروش ياخدوا الاجر. ولكن ستنا حليمة قبلت ان هي ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عملت كده كانت بتلاحظ خير وبركة كبيرة جدا جدا في رزقها وفي بيتها. ولما تم النبي 2 من عمره رجع تاني لأمه آمنة، ولكن في الفترة دي كان في أمراض كتير جدا منتشرة في مكة، فاضطرت حليمة ان هي تاخده وترجع تاني بيه البادية. وبعد كده حصلت الحادثة الشهيرة، وهي حادثة شق الصدر. اللي حصل ان كان في 2 رجلين لابسين ابيض جم وشقوا صدر النبي، واخذوا منه علقة سوداء، وديت كانت معجزة من ربنا سبحانه وتعالى لتهيئة النبي للنبوة. النبي بعد كده توفت والدته آمنة وهو عنده 6 سنين. ساعتها راح عشان يعيش مع جده، ولما عاش مع جده هم عاش 2 بس، وبعد كده جده توفى، فراح علشان يعيش مع عمه أبو طالب. كان بيحبه جدا وكان بيعامله زي أولاده بالظبط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب كان بيشتغل راعي غنم. كان في البداية بيرعى أغنام أهالي مكة، واشتغل شوية في التجارة، وكان طبعا كل الناس بتشهد له بالأمانة والصدق. لحد ما في يوم من الأيام ستنا خديجة بنت خويلد سمعت عن رسول الله وعن أمانته، وكانت في الوقت ده بتدور على شاب ذو سمعة طيبة يعمل معها في تجارتها. وبعد مدة عرضت صاحبة سيدتنا خديجة زواج النبي من ستنا خديجة، فتزوجاه وأنجباه 6 أولاد. وكان النبي دايما يحب جدا ان هو يعتكف في غار حراء، يتأمل خلق الله ويفكر ويبعد عن كل الحاجات الغلط اللي بتحصل في الوقت ده، وهي طبعا كانت عبادة الأصنام. لحد ما في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل أن ينزل بالوحي على سيدنا محمد. وقتها كان سيدنا محمد وهو في الغار جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له ما أنا بقارئ. وقتها جبريل كرر الكلام 3 مرات، وفي المرة الأخيرة رد جبريل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق.
وقتها رجع النبي لستنا خديجة وهو بيرتجف من اللي حصل، ولكن ستنا خديجة طمنته، وكانت الدعوة في البداية سرية لمدة 3 سنين. رسولنا الكريم ابتدى الأول في نشر الدعوة لأهل بيته، فكانت زوجته خديجة وزيد بن حارس وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق أول من آمن بالرسول. بعد كده سيدنا أبو بكر ساند الرسول في الدعوة، وكان برضه بيساعده في نشر الإسلام، وأسلم على يده ناس كتير جدا، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. وبعد كده الإسلام انتشر في مكة حبة حبة. وفي يوم من الأيام صعد النبي لجبل الصفا ودعا قبائل قريش للإسلام وترك عبادة الأصنام، فاستهزأوا بيه وقرروا إن هم يقطعوا كل المسلمين، وعملوا صحيفة وكتبوا فيها المعاهدة اللي هم هيقطعوا فيها المسلمين، زي ان هم ما يشتروش منهم ولا هم يشتروا منهم ولا ان هم يناسبوا بعض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استسلمش، وكان عمه دايما بيدعمه وواقف في ظهره، رغم ان قريش كانت دايما تقول لعمه لانك لازم توقف دعوة محمد، ولكنه دايما ما كانش بيلتفت لكلامهم وما كانش بيسمع كلامهم. اما بالنسبة للنقط اللي حددوها للمقاطعة مع المسلمين اتعلقت في صحيفة على جدار الكعبة، واستمر النظام ده لمدة 3 سنين، لحد ما في يوم من الأيام الصحيفة دي قرروا إن هم يقطعوها، وبالتالي تم فك الحصار. ستنا خديجة توفت قبل هجرة الرسول، كمان عمه تعب جدا وتوفى هو كمان، لكنه قبل وفاته كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاول إن هو يخليه يقول الشهادتين، ولكنه معرفش، وبالتالي توفى عمه وهو على حاله. بعد وفاة ستنا خديجة ووفاة عم الرسول حزن جدا جدا بسبب اللي حصل، وده لأن عمه كان هو الداعم ليه، وسمي هذا بعام الحزن. الرسول بعدها كان بدأ إن هو يدعو الناس جهرا للإسلام، ولكن الناس ما كانتش بتستجيب، فقرر الرسول إن هو يدعو أصحابه المسلمين إلى إن هم يهاجروا للحبشة، وده لأن الملك بتاعهم كان بيحكم بالعدل ودايما بيتصف بالشجاعة، فخرجوا كلهم، وكانت دي أول هجرة في الإسلام، وهم 83 رجل. ولما عرفت قريش باللي حصل قررت ان هي تبعت هدايا كتير جدا لملك الحبشة علشان يرد المسلمين ويرجعهم تاني مطرح ما جم، بحجة ان هم سابوا دينهم واتجهوا لعبادة الله وحده. ولكن النجاشي ملك الحبشة رجع تاني هداياهم ورفض ان هو ياخدها، وده حصل بعد ما عرف من المسلمين ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعوهم لطريق الصلاح وترك عبادة الأصنام، وان هم ما يعملوش اي حاجة تاني حرام ويتركوا طريق الفواحش، وان هم لما امنوا بالرسول تعرضوا للأذى والسوء من قريش وقرأوا عليه سورة مريم فبكى لما سمع سورة مريم، وقرر وقال لقريش لأ ومش هيرجع تاني حد من المسلمين. لكن هم برضو ما يقسوش ورجعوا تاني للنجاشي في اليوم اللي بعده وقالوا له ان المسلمين بيتقولون أقوال مختلفة عن عيسى بن مريم. فلما سألهم النجاشي وقال لهم ايه رأيكم في عيسى بن مريم، قالوا له ان هو عبد من الله ورسوله. فرد النجاشي وقال إن الذي جاء به عيسى وجاء به نبيكم يخرج من مشكاة واحدة، وقال للمسلمين ابكوا في أرضي ولكم الأمان. وبعد كده ربنا بيعوض نبيه الكريم بعام الحزن بحادثة الإسراء والمعراج، وبالظبط ليلة 27 رجب لما سيدنا جبريل أصبح رفيق ليه وأخده على دابة البراق من مكة لبيت المقدس. وبعد ما صلى هناك في بيت المقدس القدس بكل الأنبياء طلع بيه للسماء السبعة. في السماء الأولى قابل سيدنا آدم، وفي السماء التانية يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، ثم إلى السماء الثالثة اللي قابل فيها سيدنا يوسف عليه السلام، وفي السماء الرابعة قابل سيدنا إدريس عليه السلام، وفي السنة الخامسة قابل سيدنا هارون بن عمران، وسيدنا موسى بن عمران في السماء الستة، وسيدنا إبراهيم في السماء السبعة. كمان وقتها فرضت الصلاة على المسلمين، لما كانت الأول ربنا أمر إن هي تكون 50 صلاة، ولكن النبي كان في كل مرة بيطلب من إن ربنا يقلل الصلوات لحد ما وصلت إلى 5 صلوات يوميا. في الوقت ده قبيلة قريش قررت إن هي تقتل النبي وتاخد من كل قبيلة شاب علشان يروحوا في يوم بالليل يهجموا على بيت النبي ويقتلوه ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل. وفي الوقت ده ربنا أذن للرسول بالهجرة، فخد سيدنا أبو بكر يبقى رفيق للرحلة، وطلب من سيدنا علي إن هو ينام في فراشه، ووصاه بكل الأمانات إن هي تترد تاني لأهلها. وبعدين سيدنا محمد
وأبو بكر دخلوا غار ثور. ولما علمت قريش بهجرة النبي فخرجوا علشان يبحثوا عنهم. ولما وصلوا لغار ثور أبو بكر خاف جدا على النبي، وقتها الرسول طمنه وقال له لا تحزن إن الله معنا. وبعد كده قضوا 3 أيام في غار ثور لحد ما أهل قريش بعدوا عنهم خالص. وبعد كده استأنفوا تاني الرحلة للمدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة خاض كتير جدا من الغزوات والمعارك بهدف نشر الإسلام وإقامة الحق، من ضمنهم غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وغزوة الحديبية وغيرهم كتير جدا. بعدها ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم للحج، وهناك ألقى خطبة عرفات، واللي بعدها قال خطبة الوداع، واللي يومها توفى النبي يوم 12 ربيع أول. وبعد وفاة رسول الله اتدفن في المدينة المنورة. ربنا أرسل سيدنا محمد لإكمال مكارم الأخلاق، فاللهم اجمعنا برسولك كما آمنا به ولم نراه. اللهم اسقنا من يد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إننا حرمنا من صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا من صحبة النبي في الجنة. واللهم اجعلنا بحسن أخلاقنا رفقاء للنبي في الجنة. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف خلق الله. كان معكم فاطمة عادل من بودكاست غسيل أفكار. سلام.